خرجت على بعد ساعات فقط من دخول اللاعبين إلى مركز محمد السادس اللائحة ديال المعسكر الأولي ديال 22 ل 28 ماي اللي نادى عليها المدرب الوطني محمد وهبي. هذه اللائحة فيها بعض المفاجآت، لأن البارحة عطينا لائحة ديال 18 لاعب فقط القادرين يدخلوا. وهبي عيد على 28 16 منهم كانوا في اللائحه ديالنا البارح، جوج فقط اللي ما كاينينش اللي هما نايف اكرد والوحدي. نايف اكرد اما ما متعافيش نهائيا ولن يذهب الى المونديال، ولا متعافي نهائي وخاصو هذا الاسبوع كذلك ديال الاستشفاء باش يكون واجد في اللائحه النهائيه. في الحالتين ما يمكنناش نحكموا حنا، لان ما عندنا حتى خبر يقيني على الحاله الصحيه الحاليه لنايف اكرد. الوحدي لا نعرف لماذا لم يحضر لهذا المعسكر، لان الفريق ديالو كانغ انهى جميع المباريات ديال الموسم. عدا ذلك 12 لاعب اللي ضافهم على حسب اللائحه ديالنا البارح محمد وهبي. اللائحه 28 لاعب عيط لهم، غنشوفوهم بالتفصيل باش نفهموا شنو هو المنطق ديال محمد وهبي. كاين الحرار المهدي، وقلنا البارح بان الحرار قادر يمشي للمونديال لان الرجاء تتوفر على حارس احتياطي في المستوى اللي هو عبد الكبير العلوي، فالحرار حاضر. ولكن مع حضور الحرار كاين 4 الحراس حاضرين اليوم. منير محمدي تنظن فصل فيه المدرب الوطني محمد وهبي، وكاين حارسين بجوج ديال منتخب الشبان الفائز بكاس العالم، يانيس بن شاوش اللي لعب المباريات كلها حتى النصف النهائي حيث تصاب، وغوميس ابراهيم اللي لعب نهايه المباراه ديال نصف النهائي ضد فرنسا ولعب كذلك النهائي وكان في المستوى العالي. يعني بعد تشوف بان عنده ديجا منير وبونو وبن شاوش وغوميس، حظوظ حراس البطوله تتولي ضئيله. اللي تصير اليوم في اللائحه هما لاعبي الجيش بكل صراحه، لان لاعبين نهائي عصبه الابطال، وبالتالي ما قدر حتى واحد فيهم، لا الوادني اللي هو مطلب جماهيري، لا حريمات، لا احمد رضا الترناوتي يكونوا حاضرين في هذا اللقاء ديال اليوم. اللاعبين الاخرين المفاجاه اذا كان نايف اكد فريمون مصاب ما يقدرش يمشي، المفاجاه في مركز وسط الدفاع هو مروان سعدان والبوفتيني. الى عيط وهبي سفيان البوفتيني ومروان سعدان معناه انه يبحث على وسط دفاع خامس، لان ايس بودلال وباعوف وحلحال وعيسى ديوب تنظن ماشيين المونديال. المنادات على مروان سعدان وعلى البوفتيني تعني ان نايف اكرد اتجاه الاصابه ديالو ماشي اكثر للتعافي ديالو، وبالتالي اما البوفتيني ولا سعدان خاصهم يكونوا في المستوى في هذا المعسكر، لان هناك مركز سيربح. الظهير الايمن في غياب الوحدي اللي ما فهمناش لحد الساعه علاش غاب. تم المنادات على الشيبي، لعب ديجا مع والد الرياضي، عنده تجربه مع المنتخب الوطني المغربي لا في كاس افريقيا الماضيه لا في كاس افريقيا الامم اللي قبل منها، وبالتالي اذا كان الوحدي عنده شي مشكل فالشيبي هو الاقرب للذهاب الى المونديال، خصو يبين على ذلك في هذا المعسكر. من بعد تشوف على اليسار الكرواني جا، يعني ما سمح له الفريق ديالو باش ما يلعبش المباراه. انس صلاح الدين حتى هو جا، وضفنا لهم بالعمري لاعب الاهلي المصري. هذا يعني ان هناك مازال مكان يمكن له ان يربح في الظهير الايسر. يمكن يعني بان سفيان الكرواني وانس صلاح الدين ما مقنعينش بزاف محمد وهبي، لان واحد فهاد 3 هو اللي يكون في اللائحه النهائيه، اما يوسف العمري
اما انس صلاح الدين واما الكرواني. وسط الدفاع تكلمنا عليه، ان الغياب من هذه اللائحه ديال نايف اكرد طرح اكثر من علامات استفهام وماشي في اتجاه البحث على وسط دفاع اخر. وسط الميدان موجودين سمير المرابط وايوب بوعدي موجودين واسامه ترغالين. شكون اضاف لهم؟ عمران لوزه اللي هو مطلب الشعبي. عمران لوزه خاصو يبين في هذا المعسكر بانه افضل من هاد ثلاثه، ويضفنا لهم يونس نايل العناوي 4 اللي تكلمنا عليهم البارح. خاص لوزه في هذا المعسكر يبين بانه افضل من واحد منهم باش يقدر يمشي المونديال. وسط الميدان الهجومي هناك اسماعيل الصباري اللي موجود، لان لا أناحي اللي مازال لعب البطوله، لا الخنوس اللي لعب نهائي كاس المانيا ما كاينينش، وبالتالي كاين اسماعيل الصباري. شكون كاين معاه كذلك في وسط الميدان؟ كاين بزاف د اللاعبين اللي تمولات عليهم باش يمكن واحد فيهم يقدر يربح مكان. يعني من ان الثلاثي اللي يمشي من وسط الميدان الهجومي تنظن واضح هو الصباري وأناحي الصباري وأناحي وخنوس. دابا نوصل للهجوم. كنا عارفين بان يكون يانيس البكراوي ويكون الكعبي. الزبيري بزاف فيكم قالك ما يكونش، وانا كنت متاكد من انه يكون. اضافه بن جديده، واش بن جديده يلعب المباراه غدا مع المغرب فاسي عاد يلتحق بالمعسكر ولا لا؟ لا اعرف. اضافه بن جديده هذا يعني بالواضح بان هناك مركز سيربح في قلب الهجوم. انا بالنسبه لي ياسر الزبيري عنده لافونس الى خممنا بالمنطق ديال وهبي، ولكن لا بجديده ولا الكعبي ولا يانس الكراوي عندهم الظروف المواتيه باش يبينوا بانهم افضل وبانهم هما اللي خاصهم يمشيو للمونديال. مع اللي كلشي تكلم عليه كاينز سميتو ياسين جاسم، كاين 4 ديال الجوهرات ديال وهبي ما كاينش نقاش فيهم. ضاف لهم حارسي مرمى، يعني 6 كاينين منتخب الشبان اللي فاز بكاس العالم. بن طيب توفيق عنده حظوظ حتى هو في المركز المهاجم. الفوزي سفيان، بزاف ديال اللاعبين في هذه اللائحه عندهم حظوظ. بوني داريا تكلمنا عليه البارح. بوفال مطلب الجماهير كاين هنا، خصو يبين بانه هو احسن لا من الطالبي ولا من الزلزولي في هذا المعسكر. وبالتالي ملي تشوف ان عيط 28 معناتها ماشي معناتها بان ضايخ، لا، معناتها بان المراكز اللي باقي فيها البحث على الجوهرات الثالثه قلال. الدفاع الاوسط، حراسه المرمى شكون يمشي مع بونو ومنير. قلب الهجوم هو اللي فيه بزاف ديال النقاش لحد الساعه. ننتظروا كيفاش غادي شنو يطلع من هذا المعسكر. مع كل اسف ما يكونش بامكاننا نتفرجوا في مباراه البوروندي اللي تكون بشبابيك مغلقه، وتنظن بان الصحافه لن تكون قادره على مجاراة اللقاء ولا على التحليل في اللقاء. 13 اخرين بقاو هما هذوك اللي ماشيين 100%. دخل الشك اليوم فقط في نايف اكرد والوحدي، اما الاخرين ما فيهمش النقاش. داك 13 اللي عطيتكم البارح كما كان الحال. 28 اليوم زائد واحد بين 13 و 17 اللي ما يمكنلهمش يجيو للمعسكر واللي عندهم حظوظ وافره باش يكونوا في المونديال، هي 45 لاعب. يعني وهبي يشوف 45 لاعب على 55 اللي كانت في اللائحه الاوليه. شنو الفرق بين 45 و 55؟ هما داك اللاعبين الجيش لاعبين البطوله الاخرين والحراس الاخرين اللي بسبب اجراء الدوره 21 البطوله الوطنيه برو ما يقدروش يكونوا في هذا المعسكر. كما كان الحال بدات تتضح الرؤيه.
كاين اللاعبين اللي مطالبين طرف الجمهور اللي بقى عندهم تاع حظوظ، كاين جميع اللاعبين المطالبين من طرف الجماهير المغربيه حاضره في هذا المعسكر، باش حتى وهبي الا خسر في التالي يقول للناس لا شتو عاد خسريت. وهذا ذكاء كبير وذكاء تكتيكي من وهبي باش ما يوقعش بزاف د اللغط وبزاف د القيل والقال على اللائحه النهائيه اللي غتخرج يوم الاربعاء المقبل، اي يوم 26 مايو، اللي تكون فيها 26 لاعب، واللي تدخل ابتداء 29 مايو المعسكر النهائي باش تلعب المباراه ديال 2 يونيو ضد مدغشقر، وتسافر يوم 3 يونيو الولايات المتحده، وتلعب يوم 7 يونيو في المباراه ضد النرويج باش توجد المباراه الاولى في كاس العالم ضد البرازيل يوم 13 يونيو. كل شيء اصبح واضحا. الحاجه الوحيده اللي ما فهمتش هو علاش عطل وهبي في اعطاء هذه اللائحه الاوليه اللي داخله لهذا المعسكر ديال 22 ماي. ما فهمتش علاش تعطل. داكشي علاش بقى بزاف ديال اللغط وبزاف القيل والقال. كان يمكننا نفصلوا في هذا الشيء بزاف منذ 3 4 ايام كما كان الحال. كنا قريبين البارح، بزاف فيكم كانوا قراب البارح، وبزاف فيكم كانوا قراب جدا من اللائحه ديال 26 النهائيه. الى عجبكم هذا الفيديو اشتركوا في القناه، لايكيو الفيديو، فعلوا الجرس.